ما هو انا مش هتجنن لوحدي، قصدي مش هضحك لوحدي. ايه الحكايه يا صياد؟ تعالى نعرف ايه الحكايه. بس قبل كل شيء لايكك الرايق وصلي على النبي في الكومنتات، واللي مش متابعني تابعني عشان نشوف كل جديد. وانا النهارده جايب لك فيديو من اللي انا شخصيا بحبهم عشان اتفرج عليهم واضحك، بيطلعوني من المود خالص. فما رضيتش اضحك لوحدي، فقلت اشارككم يعني الضحك معايا. تعالى نسمع، قصدي نضحك مع بعض. يلا بينا. اوعى تكون فاكر ان انا مش واخد بالي، او ان انا مش عارف الحاله اللي عامله اصابه نفسيه لناس كتير. الحاله بتاعت الغليان دي، ما هو انا عذرك. ما هو انت مش قادر تتخطى لحظه الساعات والدقايق. ما هي اللحظات دي لو بتعدي عليا كذا ملكاوي لحظات صعبه، ولكن انا مؤمن بفريقي، واثق ان فريقي باذن الله هيفرحني. لكن اللحظات دي بتعدي عليك لحظات قاسيه كلها دعاء يا رب الزمالك ما يكسبش. اوعى تكون فاكر ان انا بنيت ثقتي في فريقي النهارده، او ان انا ثقتي في فريقي اتهزت على مدار موسم كامل وجاي متفاجئ. لا، مش انا اللي متفاجئ، ده في ناس متفاجئه لانها شككت في ده من اول يوم وقالوا نتقابل في النهائي. ما تيجوا نتقابل ان شاء الله ونشوف نادي الزمالك هيعمل ايه. هو حد فيكم يا جدعان بيعد الساعات والدقايق واللحظات والكلام دوت عشان ماتش الزمالك؟ يعني في حد من جمهور الاهلي بيعمل كده؟ لا مش عارف، يعني يا جابت الكلام ده منين انا مش عارف. وبعدين انت اصلا ما كنتش واثقه في فريقك، انت ولحد الان يعني انتوا لحد دلوقتي مش واثقين في فريقكم ان هو ممكن ياخد بطوله. والله ما واثقين. ولو حد زملكاوي واثق مليون في المية ان الزمالك ياخد البطولتين يطلع يقول لي ان انا واثق. طب انت جبت الثقه دي منين؟ وبعدين جمهور الاهلي هيعد دقايق ايه؟ انتوا في دوره رمضانيه، انتوا في كاس صفيح اصلا. وخلص الضحك كده؟ لا لسه ما خلصش، اللي جاي بقى قنبله هتفرقع. تعال نكمل ونكمل ضحك. اللي عاشه الزمالك الموسم ده كان كفيل يوقع انديه بحجم ريال مدريد وبرشلونه، وبنقول الزمالك عمره ما بيوقع. الازمات بتاعت الزمالك لو مرت على ريال مدريد او برشلونه كانوا قفلوا. هم كانوا هيقفلوا في حاله واحده بس، ايقاف القيد اللي عندكم. يا دي الفضيحه ام جناجل، يا دي الدلسه ام حناجل. فيعني مش عارف انت، يعني انا حرفيا والله لما ببقى بتفرج على الفيديوهات اللي زي كده ببقى مزبهل، يعني مش عارف اضحك ولا تنح ولا اعمل ايه، يعني مش عارف. فهل انت قول لي، طب بيبقى وضعك ايه لما بتتفرج على فيديوهات زي كده كاهلاوي وكزملكاوي محترم؟ فقول لي وضعك ايه، يعني انت بتبقى مستوعب الكلام او واصل لك الكلام، ولا هم في عالم موازي؟ يعني هم انا حاسس ان قناه الزمالك واعلاميين الزمالك دول مش معانا على الكوكب بامانه. يعني بتقول لك الازمات اللي مرت علينا توقع ريال مدريد وبرشلونه، انتوا ازمات